سنة 2017 صانع محتوى اسمه بيلي ماكفيرلاند قرر يعمل مهرجان موسيقى وسوق له كأحسن تجربة موسيقية حصلت في التاريخ. المهرجان هيتعمل على جزيرة خاصة في جزر البهامس. فنادق فايف ستارز بيتسوق له من خلال مشاهير كتير زي بيلا حديد وكيلي جينر ونجوم كتير كلهم من نجوم الصف الأول. كل الدنيا بقت بتتكلم عنه، وتيكتس الحفلة خلصت بعد ساعات، وناس كتير بقت بتدفع لحد $12,000 في التيكت الواحدة. وجه يوم المهرجان، الكوميدي بقى ان الناس نزلت من الطيارات لقت باصات محليه متهالكه بتستقبلهم، والفنادق الفايف ستارز ما هي الا خيام اغاثه، وحتى الوجبات اللي المفروض انها من شيفات عالميه كانت عباره عن جبنه في توست، ومفيش كهرباء، مفيش ميه، مفيش اي حاجه. والفنانين اللي المفروض يشاركوا في المهرجان كلهم بداوا يمشوا واحد ورا التاني، وفي الاخر اعلنوا ان المهرجان اتلغى. بس عارف كل ده حصل ليه؟ السلطات في البهامز منعت اقامه الحفله في الجزيره الاصليه، فبيلي بدل ما يرجع الفلوس قرر يشغل دماغه، وما كانش عارف انه هيتسبب في واحده من اكبر الفضايح في العالم. وفي الاخر اتقبض عليه واتحكم عليه ب6 سنين سجن، غير خسائر بملايين الدولارات. الموضوع ده معروف كواحده من اكبر الفضايح في التاريخ، واسمها فاير فيستيفال.